لو عايز تفك التعلق بشخص، ما ينفعش تعمل الأربع حاجات دول. ما ينفعش عينيك تشوفه أو تشوف صورته أو تشوف اسمه أو الشات بتاعه أو أي حاجة ليها علاقة بيه. ما ينفعش ودانك تسمع صوته أو تسمع فويسات كان باعتها أو أي حاجة ليها علاقة بيه. ما ينفعش عقلك يفكر فيه ولا يفكر في أي حاجة قديمة ولا أي حاجة في المستقبل. رقم 4، ما ينفعش تروح تكلمه. ليه؟ لأن الحواس بتاعتنا لما بتشتغل اتجاه أي حاجة، كل اللي انت بتشوفه أو بتسمعه بيتحفظ في عقلك الباطن، فبالتالي ما ينفعش تشغل أي حاجة من الأربعة اللي أنا قلتهم اتجاه الشخص ده، لأن انت أي حاجة هتعملها منهم هتتحفظ في عقلك الباطن، فهتبقى بتكون مخزون جديد للشخص ده غير المخزون اللي كان متكون قبل كده. زي كده لما عينيك تشوف حادثة وتصورها وتيجي تفكر فيها قبل ما تنام، بيبقى عقلك الباطن خزنها جواه، فبالتالي انت كده مش هتعرف تنسى الشخص ده، لانك كل يوم بتضيف لعقلك حاجات جديدة ليها علاقة بنفس الشخص اللي انت بتحاول تنساه. ده غير ان عقلك اصلا جواه مخزون قديم للشخص ده من ذكريات ومن حاجات كتيرة هتتعب عشان تنساها، وهيفضل عقلك يجيب لك شوية شوية من المخزون القديم ده لحد ما يخلص خالص وتنساه تماما. فما ينفعش ابدا انك تدخل لعقلك حاجات جديدة، عشان كده هتفضل بتراكم عليك وكده هتنساه في مدة اطول من اللي المفروض ان انت كنت هتنساه فيها. زي كده المدمن لما بيجي يتعافى، ما ينفعش في فترة التعافي بتاعته يرجع يدمن مرة تانية، لان هو كده بدل ما يتعافى من القديم هو كون واحدة جديدة هيبدأ يتعافى منها هي كمان، فهتطول المدة اكتر لانه رجع خطوات كتيرة لورا. نفس الكلام بالظبط، انت محتاج تفك تعلق. ما ينفعش وانت بتفك التعلق تروح تكلم الشخص ده، لانك كده هتبقى محتاج انك تفك التعلق للي انت عملته دلوقتي مع التعلق القديم اللي انت اوريدي بتحاول تفكه.